قال رحمه الله تعالى: فصل: بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى. والعقبة نسبة إلى العقبة التي تضاف إلى الجمرة، يقال جمرة العقبة، فكانت البيعة عندها، كانت البيعة الأولى وكذلك البيعة الثانية عند العقبة التي تنسب إلى الجمرة، يقال جمرة العقبة، يقال جمرة العقبة. فالبيعة تنسب إلى العقبة لأنها تمت في المرة الأولى وفي المرة الثانية عند العقبة، فيقال بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. قال رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. مر معنا سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وهما من الأوس، وهنا 6 نفر من الخزرج قدموا لمكة في موسم الحج، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام. ذكر ابن كثير أسماءهم، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. فهؤلاء 6 من الخزرج لقوا النبي عند العقبة، فشرح لهم عليه الصلاة والسلام الإسلام ودعاهم إليه، فأسلموا. أعلنوا للنبي عليه الصلاة والسلام إسلامهم وقبولهم للدين، استجابوا، فأسلموا مبادرة إلى الخير. وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى ومنه على هؤلاء النفر 6، وكانوا مفتاح خير لأمر عظيم كان في المدينة. هؤلاء 6 كانوا مفتاح خير عظيم لأمر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام. هؤلاء 6 الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى المدينة دعاة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام في المدينة. بدأ الإسلام يدخل على أيدي هؤلاء 6 في المدينة، حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. وهذا من البركة العظيمة والخير العظيم الذي ساقه الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء النفر 6 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك ذكر العام المقبل والبيعة التي حصلت. بعض أهل العلم في كتب السير يعدون البيعات 3، بيعات العقبة 3 بيعات، هذه يعني لهؤلاء النفر 6. ثم البيعة الثانية التي يتحدث عنها ابن كثير بقوله: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. والبيعة الثالثة الآتية عند ابن كثير بعنوان بيعة العقبة الثانية. فبعض أهل العلم يعد البيعات 3، لكن هؤلاء النفر 6 لم ينقل أنه تمت مبايعة، وإنما استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا الدعوة وذهبوا إلى المدينة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم يعتبر البيعات 3، الأولى هؤلاء 6، والثانية الآتي عند ابن كثير، والثالثة الآتي عنده بقوله بيعة العقبة الثانية. ومن أهل العلم وهو الأغلب والله أعلم في كتب السير يجعلونها بيعتين، بيعة أولى وبيعة ثانية. نعم.